واحد من أكتر الأسئلة اللي وصلتني مؤخرا من الشباب: أعمل إيه لو مش قادر أحدد هدف لحياتي ولا عارف أنا عاوز إيه؟ لو مش قادر تحدد هدف لحياتك في الوقت الحالي، خلي الهدف نفسك. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك تكون أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، أنضج، أفهم للواقع اللي حواليك، أكثر تقبلا للنواقص، إنك تعرف حدودك، تتحرر من أحكام الناس، إنك تكون أهدى ومش أي حاجة تأثر عليك، إنك تكون أكتر صحة وتشتغل على نفسك. ده هيخليك أكثر موضوعية في كل حاجة بتعملها. كمان لازم تعرف تسيطر على مشاعرك، وإنك تحط كل حاجة في مكانها بميزان، وده يساعدك تكون أكتر رضا وتقبلا وتقديرا لكل حاجة في إيديك. خلي الهدف نفسك إنك تجاوب نفسك على كل الأسئلة اللي كانت شغلاك قبل كده وتعرف أسباب الأشياء، إنك تفضي عقلك وقلبك من كل الحاجات اللي شغلاهم بلا هدف. هتقول لي يعني إيه بلا هدف؟ هقولك: ما لو كان في هدف في الحاجات دي ما كنتش احتجت إنك تفضي. لازم تتعلم إنك تفضي من وقت للتاني علشان تسيب مكان للحاجات الأهم، الحاجات اللي أنت محتاجها في المرحلة اللي جاية. والأهم من كل ده إنك تبعد بروحك عن التعلق والاحتياج، لأن ده هيخليك أكتر ثقة وخفة وحرية. وكمان هيفتح لك أبواب كتير جدا في اللي جاي، هيعرفك بنفسك وبقدراتك، وهيحدد لك حدود هي دي اللي فيها حمايتك، وهي دي اللي هيكون فيها العلاقات الهادفة، العلاقات الناجحة، العلاقات اللي ما فيهاش أذية. وهتشوف من نفسك نسخة عمرك ما كنت تتوقع إنها موجودة جواك. ساعتها بس الطريق الصحيح هيظهر قدامك، لأن النسخة اللي انت عليها دلوقتي مستحيل ترجع للطريق القديم. أنا عارف ومتأكد جدا إنها مرحلة صعبة جدا، مرحلة تحديد الهدف دي، لكن طول ما النية صافية ومفيش فيها أي أذية ولا شر لحد، تأكد إن ربنا سبحانه وتعالى هيساعدك. ولو عاوزين نعرف ليه مرحلة تحديد الهدف صعبة، فإن شاء الله نتكلم عن ده في فيديو جاي. سلام.